لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1197 لواني كاين تفسير القرآن بيرز بهم وخزمتان ومبستي رزامني رب العالمين وهوادار مئوي آزي السودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. والله برزان على درجة وآتاني كواباس لسيروتشي قورما نوح دكا عليه الصلاة والسلام لدواي أويك الله تعالى فرماني بيدك كشتي دروز بك لبيشي هاتني عذابك ئیتر فەرمانی الله تعالى جێبەجێ دەکا و دەست بە دروستکردنی کەشتیەکە دەکا. ئیتر کاتێکەوە خەریکی دروستکردنی کەشتیەکەیە وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه أي وطفق نوح يصنع السفينة كواتە نوح عليه الصلاة والسلام دەستی پێکرد بە دروستکردنی کەشتیەکە وكلما مر عليه جماعة من كبراء قومه المشركين هەر کاتێک کۆمەڵێک لا گەورە پیاوانی قەومەکەی کەوا مشریکن بەلایدا تێدەبەڕن وەڕەئەو ما یەصنع کاتێک کە دەبینن ئەو خەریک دروستکردن ئەو کەشتیەیە هەزیئوا من گاڵتەیان پێدەیە. ابن عاشور دەڵێ فيه التعبير عن صنعه الفلك بصيغة المضارع کەواتە خوای گەورە سوبحانه وتعالى تعبیر لە دەستپێچی و کارکردنەکەی لەو کەشتیەدا بصيغة فعل مضارع ذكا ويصنع لبرتي وذلك لاستحضار الحالة مع العلم طبعا وقضيك بهزارها صار بيشي استارويدايا بلام خواي قورد فرمي ويصنع وكاري تيدا ذكا لبرتي فعل مضارع بكار هنا لاستحضار الحالة تاوكبين تبيش ساو من حالتكي لتخييل السامع أن نوحا عليه السلام بصدد العمل لبري أكس أو كسيكا جويل آتكان دبي با تصور بكاوا نوح خريشي أنزامداني فرمانكي الله تعالى خريشي دوسكردني كشتيكي. قرطبي دلي في سخريتهم منه قولان كاتكوان بلايدة تيدفرن سخروا من لبرسي قالتان بيدي دلي دو قولي لسرة قولي كم أنهم كانوا يرونه يبني سفينة في البر فيسخرون به ويستهزئون. ما شاء كان نوح عليه الصلاة والسلام وكشتيك دروز كان لوش كاني هيز بحريش لوينية إتر قالتان بيدي ويقولون يا نوح صرت بعد النبوة نجارا إنزا بيدلن لباشي أو كوا بيغمبراتي داوا ذكي إنزا بيا نجاريش لقول شدك لما رأوه يبني السفينة ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت كاتك وبينيان نوح عليه الصلاة والسلام خريج دروز كردني كشتية بيشي أو كاتش نام بيني بو أصلا كشتي دروز بكري قلت يعني يا نوح تسيدكي قلتي عليه الصلاة والسلام أبني بيتا يمشي على الماء ما ليك دروز دكم كوال سر أو بروا فعجبوا من قوله وسخروا منه ئیتر سەریان سۆڕما لە قسەکەی و گاڵتەیان پێهات. بەڵێ ئەوان کە بەلایدا تێدەپەڕن گاڵتەیان پێدێ لە بەرامبەردا قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. واتە نوح عليه الصلاة والسلام بە قەومەکەی دەفەرمی إن تستهزئوا بنا عند بناء السفينة ئەگەر گاڵتەتان بە ئێمە بێ کاتێکەوە ئێمە و کەشتێ دروست دەکەین فإنا نستهزئ بكم كما تستهزئون بنا دەی ئێمەش
قالتمان بنقودي هروكو أنقو قالت بإيمة دكن. ابن جرير دلي أن المراد نهزأ منكم في الآخرة كما تهزؤون منا في الدنيا. ابن جرير دلي ما بس ليردا واتهروكو أنقول الدنيا بإيمة بيدكنان إيمش لآخرة بيتان بيدكنين. ابن عطية دلي ما بس نسخر منكم الآن لغفلتكم عما سيحل بكم من العذاب. مش بيتان بيدكنين لبرو أنقول زور بآقان زور لغفلتدان نازان تي ساروانتان دكان لو عذابك و لداهتو إذا تسرتان. قرطبي دلي نسخر منكم غدا عند الغرق. مش بياني كوا بياني كاتك عزايم خواهي قوري ديو أنقو تيدا غرق دبنو نقوم دبن أو كاتا بيتان بيدا كنين. واختيار البيضاوي إمام البيضاوي سيال بجادي إذا أخذكم الغرق في الدنيا والحرق في الآخرة أو كاتا بيتان بيدا كنين كلا دنيا دا غرق دبن ولا آخرتش دا دسوتين. ابن عاشور دلي وجمع الضمير في قوله منا كاتكوا إن تسخروا منا كبئيمة بيذا كنن دلي أو جمع يشير إلى أنهم يسخرون منه في عمل السفينة ومن الذين آمنوا به. كوات أوان قالتان بنوح ذكر عليه الصلاة والسلام كاتكوا كاشتكدر ذكر وبوك سانش كوا إيمانيا بهنا إذ كانوا حوله واثقين بأنه يعمل عملا عظيما. كواتا لو كاتب يدسي كوا نوح عليه الصلاة والسلام كاركي أنزام دابي وكشتكي دروز ذكر أو إيمان دارانك إيمان بين لدور بريبون لبرو سقيان هبو كوا نوح كاريش قوردك عليه الصلاة والسلام. وكذلك جمعه في قول فإنا نسخر منكم. كواتا بو اعتباري دلي اگر ايوه قالتن بأيمة دي ايمش واتا بخوي بإيمان داران قالتما بنقو دي بو اعتباراتاني كوا بحث ما كرت. لدواء دفرمي فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه وتنوح عليه الصلاة والسلام حرش لقوم كيدك ودفرمي فسوف تعلمون إن إذا نزل بكم عذاب الله من يأتيه عذاب يهين في الدنيا. كاتك وعذاب الله تعالى هات كاتك عذاب خواهي قورهات أو زاد زانن لداهاتو دا چه عذابي دي تسري عذابك كوا رسوا دبي بي عذابك كات بخوي ورسوا دبي. فسوف تعلمون من يأتيه كوا دزانن چه عذابي دي تسري لدنيا عذابك كوا بخوي ورسوا دبي. من في من يأتيه فيهما وجهان أحدهما أن يكون بمعنى الذي. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي أي الذي يأتيه عذاب يخزيه. والثاني أن يكون استفهام بمعنى أي كأنه قيل فسوف تعلمون أينا يأتيه العذاب يعني بما ناشات بمعنى أي وأوزا دزانن چه همان عذاب ما دسري أمن يعني أنقو عذابك كوا بي رسوابي لدنيا. ابن عطية دلي العذاب المخزي هو الغرق أو عذابك كوا بي رسوابون عذابك بو غرق بون. ويحل عليه عذاب مقيم أي ومن ينزل به في الآخرة عذاب دائم لا ينقطع. وأهلها الآخرتيش عذابك ذات السريع عذابك كوا مقيمة قد خلاص بوني نيو بردوام دبي لسريع. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور أي حتى إذا جاء أمر الله بعذاب قوم نوح وهلاكهم بالطوفان. كواتاها التاء كاتي كوا فرمان الله تعالى تيدا جيبو بوي أو عذابي كقوم نوح بيدا فوتي دستي بيكرد كبهوي وبهلاك دسن كبريتي ولا طوفان. ونبع الماء بشدة من الموضع الذي يخبز فيه وفار التنور كوات آولة تندوري فوراني كرواتا آولة تندوري درتو أو زور بتندي
بەهێزێکەوە لە تەندور دەرچوو ئەو تەندورەیەکەوە نانی تێدا دەکرێت کاوەش علامەتون على مەجیء العذاب ئەو نیشانەیەک بوو لەسەرکەوە عەذابەکەوە هات. یەک لە نیشانەکانی دەستپێچی ئەو عەذاب ئەوە بوو کە یەفور التەنور تەندور ئاوی لێ هەڵدەقوڵێ زۆر بەتوندی. والمعنى المذكور للتنور هو اختيار ابن جرير والواحدي والرازي كواتا تنور بو تندوري كوا ناني لي ذكر لوين دري او هل دقوله هروك ابن جرير واحدي والرازي باسي ذكن كدلين زور مفسرين وهذا إمام التبري دلي أولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قول التنور كتن قول جدين تقدر أولى ترين قول تنور سيا هو التنور الذي يخبز فيه تنور أو تندوري كوا ناني لنا وذكر البروي دلي لزمان عرب تنور حربو معناه ده. وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب كواتا كاتكوا قرآني بيروز دخوينه بيرستا الفاظ كان بوشي ويليك بدريتو كوا لزمان عربي بس مشهورة وويليك بدريتو إلا أن تقوم حجة على شيء منه بخلاف ذلك فيسلم لها إلا مقار يعني سياقي آتك بشيويك بكوا بهيت شيويك أو معناي لغوية كوا لا عرب ما بعض معلومة دربارة وكلمة أو إلى خوها النقري لو بشيويش كليك دريتو مثل هذا مثلا معاني أو ألفاظنا معناه شرعي يأخذ معناه لغويا معناه عرفي وكو علماء باسيان كرديا مثلا لبون منا صلاة بمعناه الشرعية كي ليك دريتو لا قرآن بيروس وأقيموا الصلاة إلا مثلا لا أوجه جاي لسورة التوبة وصل عليهم ببيغمبر دفن صلى الله عليه وسلم وزكاة دينا لأن ورقوا دعاء لبكو وصل عليهم دعاء لبكو درب معناه لغوية كي ليك دريتو يثير سياقي آتكي تحكم دكا كوابت الشبيق ليك بدريتو. وممن قال به من السلف ابن عباس في رواية عنه والحسن ومجاهد وقتادة في رواية معمر عنه ومقاتل. وأنا هل هموي تندوريا بس ليك دايتوا بو تنوريا بتندور ليك دايتوا إكوا ناني تدا ذكره. وقلت لا تنور بمعنى وجه الأرض صر يزبي. ومن قال به من السلف ابن عباس في رواية عنه وعلي وعكرمة والزهري. أوانش درين وفار التنور وتتندور بابرين أو لهر زيقايق لبقعيق لصروي زبي هالقولا. قال ابن كثير وما قول فار التنور فعن ابن عباس التنور وجه الأرض وتس روي أو زاوية آوي لهالدقولة أي صارت الأرض عيونا تفور وتا أو زاوية لهلا سبحان الله وكو كانيق آوي لدردسو حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار لهمو زيقايك تاوكا أو هالقولا حتى وكلنا تندور كاني كنان اشتدا ذكره لين درس أو هالقولا صارت تفور ماء. وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف كواتب هود الشيء اللي قدايته ابن كثير رحمة خالبي وتأو لهم زيقايك هالقولا سبحان الله أو لهم زيقايك هالقولا لصر يزبي لضمني آنش لنا أو تندوري كوا آوي ليه يعني أو تندوري كوا ناني ليه ذكره. وكل زيقات كخواي قد فرمي لآسمان وآو هاتو لعادي وآو هالقولا أو دو آو جيشنا يكتري لو حالتك وعلامتي دسبيش عذابك دسبيكر قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين كواتا خواي قول سبحانه وتعالى أوجه فرمان بنوح دكا احمل فيها من كل زوجين اثنين. قلنا لنوح عليه الصلاة والسلام حين جاء موعد هلاك قومه لو كاتك موعدك دسبيتشي هات كوا دسبيتش عذابك بهلاسوني قومك خواي قول فرمان بنوح دكا احمل في السفينة من كل صنف من أصناف المخلوقات ذكرا وأنثى. خواي قول فرمان بيكر لهمو أو جان لبراني كوا أو كاتا موجود بوينة لهرش نوعك نيرو ميشي لقال خود لو كشتي داببا. قال القرطبي يعني ذكرا وأنثى لبقاء أصل النسل بعد الطوفان كاتل هر زوريك جان لبر نيرو ميشي با تاكو أصلي أو نسلانه بمين يتولد وي طوفانك أو أويدي كشهموي
لناو دەچن وأهلك إلا من سبق عليه القول أي واحمل أيضا في السفينة أهل بيتك إلا من قدر الله هلاكه لكفره كواتا أهل بيت خوشد هر هموي لقال خود سوار أو كشتيبك إلا أوي سبق عليه القول أوي كوا قدري خواي قورة لسر تقدير كردية كوا بكفر لنا ودتي أو كسا أويانا ومن آمن واحمل في السفينة أيضا من آمن بالله واتبعك وارها أو إيمان داراني كوا إيمانيان بيتنا اتباعي تويان كردية لقال خود هليان بقرة بلام وما آمن معه إلا قليل بلام أوي كوا لقال نوح بو إيماني بيهنا بو نفريتشي زور كم بون وكو ابن جرير دله كوا خواي قرد فرمي قليل بون بلام عدد كان ديارنية نلا قرآن نلا سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم لو هيت كسيغني بلا عدد كان أو هندبو وما آمن معه إلا قليل لدواء نوصد بنزا صال تنها كميغ نبي إيمانيان بيهنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون